السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي بقى انا كلنا وكده، وبعدين كان عندي مذاكرة مع هنا، فطبعا قعدت اذاكر معاها علشان تلحق تنام. وبعدين انا كمان نمت جنبها بقى، مش عايزة اقول لكم يعني. فقمت كده قبل المدرسة بشوية، علشان انتوا عارفين انا ما بحبش اسيب ايه. بحب اشطب الحوض يعني على طول، ما بحبش اسيب مواعين. بس المهم بقى انا عايزاكم قبل ما نبدأ يا حبايبي ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. دلوقتي انا بشطب الحوض اهو بقى، هخلصه الاول، بعد كده عايزه اجهز معاكم بقى اللانش بوكس الهنا، واعمل لها فطار قبل ما تمشي. بس في الوقت ده بقى انا عايزه اقول لكم، عايزه انتوا عارفين ان انا بحب اقول لكم اي وصفات توفر علينا ان احنا نشتري منظفات غاليه، او نشتري كمان مزيل للبقع غالي، زي ما قلت لكم قبل كده في تنظيف المطبخ والبوتاجاز. برضو انا عايزه اقول لكم ان لما بيكون لبس الولاد كده، ساعات لبس الولاد بقى بالذات البيبيهات بيبقى مليان بقع. فساعتها عايزين نحط كده واحنا بنغسله معلقتين ملح ليمون، هو ده اللي انا بعمله، وكمان معلقتين بيكربوناتو. ساعتها مع المسحوق كده واحنا بنغسله، عارفين الغسيل هيطلع زي الفل. ودي حاجة انا مجرباها وبعملها على طول. هنشتري البيكربوناتو مع الملح الليمون من عند العطار، وهتلاقيه بقى زي الفل. بص انا شطبت الحوض اهوت، هبدأ بقى نحضر اللانش بوكس بتاع ايه، بتاع نونو. بصفي المواعين زي ما انا قايله لكم. بس هنا طبعا ما بتاكلش الا الرغيف كده بس واحد، وساعات بترجع لي بيه، فما بعملهاش اكتر من كده. برضو عارفين الكبة، الخلاط، العجانة، مش ساعات كده بتبقى مليانة زيوت؟ عارفين برضو لو جبنا بخاخة وحطينا فيها كده بمعلقتين كبار ملح الليمون، ونجيب كده فوطة مبلولة ونسيبهم كده 10 دقايق، بعد كده بنمسح كده. هتبقى هتلاقيها زي الفل، هتلاقيهم مفيش اي زيوت ومنورين واكنك لسه جايباهم. طبعا بقى بانيو الحمام، الحوض بيبقوا مجيرين من كتر المية. فساعتها برضو نجيب ليفة ونحط برضو خل وكربونات، ونحط كده شوية حلوين من ملح الليمون، وبقى اي مسحوق من عندك، ونغسل كده البانيو والحوض بيهم شوية كده ونسيبهم، وبعدين نشطفهم، هتلاقيهم بينوروا برضو، وهتلاقيهم بقوا زي الفل. طبعا البوتاجاز والمطبخ انا قلتلكوا عليه قبل كده. حاولي بلاش نغسله اول باول علشان نحافظ عليه وما تتراكمش الدهون عليه، ولو حصلت زي ما وريكم في الفيديو، هما شوية ملح ليمون وخل، وكمان ممكن تستغني عن الخل، ومية سخنة بتغلي نار كده من الكتل، وملح الليمون، وفي 5 دقايق هتلاقيه زي الفل. والكتل نفس الكلام لما نغلي فيه مية الليمون وبعد ملح الليمون، وبعد كده نغسله. ساعات بقى ابواب الاوضه بتبقى بايظه. بصوا انا كده خلصت تقريبا اللانش بوكس لنونو، بحط لها كده شويه مكرمشات علشان هي ايه، عايزه اقول لكم بتعشقها يعني، ساعات بتاكلها وما بتاكلش السندوتشات اهو. فانا عشان كده ببقى حريصه ان انا دايما يبقى عندها، يبقى معاها كده مكرمشات، علشان لو ما كلتش السندوتشات تبقى كلتها. ابواب الاوضه بقى زي ما بقول لكم بتبقى مش نظيفه، نجيب بخاخه ونحط فيها ملح الليمون، وطبعا معطر بقى علشان ريحه الاوض وكده ما تبقاش وحشه. ده الهوت شوكليت. هعمله بقى افطار كده لنونو، علشان تشربه قبل ما تمشي. فهي مش هتشربه كلها، عشان مش هتشرب المج ده كله، انا مكبراه شويه علشان نخمس فيه انا وهي يعني. بص انا حسيت ان انا حطيت كتير فشلت منه، طبعا هو بيبقى مسكر اصلا. هو من الشجر يعني يعتبر. بس عايزه اقول لكم، فانا ما بحطش معاه سكر خالص، يا دوبك بحط كده ومع اللبن وخلاص، وبيبقى مسكر وجميل. لو حطينا سكر هيبقى اوفر. عايزه اقول لكم بيديها باور كده، بحب اشربه لها قبل ما بتمشي. وبيديها باور كده وبيخليها تفوق كده. بس زي ما قلت لكم بقى، ابواب الاوضه ملح الليمون ومعطر كده عشان ريحه الاوض، ونرش كده بالبخاخه على الاوض ونسيبهم شويه، بعد كده نيجي في فوطه ون ايه
ونمسح كده هتلاقيهم برضو بقوا زي الفل وبيلمعوا كل حاجة، او اي بقع او اي تجير في الابواب هتلاقيها راحت خالص. لو لاحظتوا هتلاقي ملح الليمون داخل في كل الحاجات دي، وكمان البيكربوناتو، وكمان الخل. عايزه اقول لكم تحفه وباقل سعر ممكن تجيبيهم من العطار، زي ما انا قايله لكم قبل كده. بس يا حبايبي انا حبيت اتكلم معاكم شويه وانا بحضر الفطار واللانش بوكس، واقول لكم كمان شويه الوصفات بتاعتي دي. يا رب تجربوها وهتعجبكم ان شاء الله، وانا متاكده ان هي هتعجبكم، وهتلاقوا الحاجه بقت منوره وزي الفل حواليكم. يلا سلام عليكم.